توقيت أكل الكربوهيدرات مصطلح ممكن يبدو معقد، لكنه في الحقيقة أداة قوية جدا لعملية الأيض، بس للأسف أغلبنا يتجاهلها. اليوم رح نفكك هذه الشفرة ونكتشف كيف مجرد تغيير التوقيت ممكن يغير كل شيء. سؤال محير صح؟ ممكن شخصين يتبعوا نفس النظام الغذائي بالضبط، نفس الأكل وبنفس الكميات، لكن النتائج تكون مختلفة تماماً. واحد منهم يحصل على نتائج مذهلة والثاني ما يشوف أي تغيير ويصاب بالإحباط. المشكلة هون مش في الالتزام، السر أعمق من كده بكثير. وهنا مربط الفرس، وهذه هي الفكرة الأساسية اللي راح نشرحها اليوم. المسألة مش بس في نوع الأكل، لكن في توقيت الأكل. التوقيت الصحيح هو المفتاح اللي يفتح قدرات الجسم الأيضية، وهو اللي يحول نفس الوجبة من سبب لتخزين الدهون إلى وقود لحرقها. عشان نفهم كيف يصير هذا الشيء، لازم نعرف إن أجسامنا تشتغل بساعة داخلية دقيقة جدا. هذه الساعة البيولوجية مبرمجة عشان تنفذ وظائف معينة في أوقات معينة من اليوم، وتتحكم بكل شيء من الهرمونات للإنزيمات. الشيء المثير للاهتمام هنا هو كيف أن هذا الإيقاع الهرموني يخلق نوافذ زمنية مثالية للأكل. الصبح مثلا يرتفع هرمون الكورتيزول، وهذا يخلي الجسم آلة جاهزة لحرق الكربوهيدرات وتحويلها لطاقة. لكن في المساء يرتفع الميلاتونين، والجسم يبدأ يدخل في وضع الراحة والتخزين، ويصير أقل كفاءة في التعامل مع السكريات. وهذا هو الفرق الجوهري بين استخدام الأكل كوقود أو تخزينه كدهون. طيب، أهم نقطة في الموضوع كله هي فهم مصطلح حساسية الأنسولين. خلونا نتخيل الأنسولين كأنه مفتاح يفتح أبواب الخلايا عشان تدخل الطاقة. لما تكون حساسية الأنسولين عالية، المفتاح يفتح الباب بكل سهولة والطاقة تستخدم بكفاءة. أما لما تكون منخفضة، فكأن القفل صار في صدى والمفتاح يواجه صعوبة، وبالتالي الطاقة الزائدة ما تلاقي مكان تروح له إلا مخازن الدهون. وهذا يوضح الفكرة بشكل ممتاز. في الصباح خلايا الجسم تكون مثل الإسفنجة الجافة، جاهزة تماماً لامتصاص أي كربوهيدرات واستخدامها كوقود فوري. لكن مع مرور اليوم وبحلول المساء، هذه الخلايا تصير أقل استجابة، والجسم يميل أكثر لتخزين هذه الكربوهيدرات. فكروا في مخازن الجلايكوجين كأنها بطارية الجسم. خلال فترة النوم، بطارية الكبد بتفضى تقريباً، وهذا يعني أننا لما نصحى من النوم تكون عندنا فرصة ذهبية لإعادة شحنها. والشيء الأروع هو اللي يصير بعد التمرين. العضلات تتحول لإسفنجة قوية جدا، تقدر تمتص ضعف كمية الكربوهيدرات وتوجهها مباشرة للتعافي والبناء بدلا من تخزينها كدهون. طيب، بعد ما فهمنا الأساس العلمي، كيف نطبق هذا الكلام بشكل عملي؟ الآن راح نرسم مع بعض خريطة اليوم مثالي، ونحدد النوافذ الزمنية الأفضل لاستهلاك الكربوهيدرات عشان نحقق أقصى فائدة ممكنة. هذه هي خريطة الطريق اليومية. نركز حوالي 40% من الكربوهيدرات في الصباح عشان نستغل ذروة حساسية الأنسولين ونحولها لطاقة فورية. لكن النافذة الأهم على الإطلاق والتي تعتبر النافذة الذهبية فعلا هي نافذة التمرين. شوفوا هذا الرقم 300%. هذه هي نسبة الزيادة في حساسية الأنسولين في العضلات مباشرة بعد التمرين. هذه فرصة أيضية هائلة لا يمكن تفويتها. في هذا الوقت بالذات، الكربوهيدرات تتجه مباشرة لإصلاح وتعبئة العضلات بدلاً من التوجه لمخازن الدهون. إذن، ما هي المعادلة المثالية للاستفادة من هذه النافذة؟ أولاً، التوقيت هو كل شيء. الوجبة لازم تكون خلال نصف ساعة بعد التمرين. ثانياً، لازم تحتوي على كربوهيدرات سريعة الامتصاص وبروتين بنسبة 3:1 تقريباً. هذه هي الصيغة الدقيقة لتسريع عملية التعافي وملء مخازن الجلايكوجين بأقصى كفاءة. طبعاً، ما في استراتيجية واحدة تناسب الجميع. الآن بعد ما عرفنا الأساسيات، خلونا نشوف كيف ممكن نخصص هذه الاستراتيجية لتناسب أهداف مختلفة، سواء كان الهدف هو خسارة الدهون أو بناء العضلات. هنا الاستراتيجية تتغير تماماً حسب الهدف. لهدف حرق الدهون، الأفضل تضييق نافذة أكل الكربوهيدرات، وهذا يجبر الجسم على استخدام الدهون المخزنة كوقود. أما لهدف بناء العضلات، فنحتاج نوسع النافذة الزمنية لتغذية العضلات بشكل مستمر ودعم نموها على مدار اليوم. طبيعة الجسم أيضاً عامل حاسم. الشخص اللي جسمه نحيف بطبيعته ومعدل حرقه عالي، اللي يسمى اكتومورف، يقدر يوسع نافذة الكربوهيدرات حتى المساء. أما الشخص اللي جسمه يميل لتخزين الدهون بسهولة أو اندومورف، فأفضل استراتيجية له هي تقصير نافذة الكربوهيدرات وتركيزها في الصباح الباكر لتعزيز حرق الدهون.
إذن، ما هي الرسالة الأساسية من كل هذا الكلام؟ الفكرة مش في اتباع قواعد صارمة ومملة، بل في فهم أن هذه استراتيجية مرنة وديناميكية. الآن صارت الأدوات موجودة للتحكم في عملية الأيض الخاصة بكل جسم. وهذه المقولة تلخص الفلسفة كلها بشكل رائع جدا. الموضوع ما عاد مجرد تزويد الجسم بالطاقة، بل صار يتعلق باستخدام هذه الطاقة بذكاء وفي الوقت الصح لتحقيق أهداف معينة. التوقيت يحول التغذية من مجرد أكل إلى علم وفن. وفي النهاية، السؤال المطروح الآن هو: بعد فهم هذه المبادئ، هل حان الوقت لننظر إلى الساعة بطريقة مختلفة؟ ليس فقط لمعرفة الوقت، بل لتحديد أفضل لحظة لتغذية الجسم وتحقيق أهدافه؟ الإجابة تكمن في قرار كل شخص.